السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة أنا هكلمكم في حاجة مهمة جدا. هكلمكم عن الراجل البخيل اللي هو سخي مع الدنيا كلها ومع مراته. يعني مش قادر أقول لكم، يعني ممكن يبقى ماشي معاها كده بيها على البحر مثلا، وتقول له أنا عايز آكل ترمس، يقول لا 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 لا، ده معمول بمية وحشة، معمول بمية بحر. ممكن يقول لا، تقول له عايز باكل مناديل، يقول لها امسحي بهدومك ففي نوعيه من الرجاله يا جماعه بجد 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 ما بتعرفش تتعامل مع الجنس اللطيف، الجنس اللي ربنا اصلا قال ان احنا لازم نحسن معاملته. صدقوني يا جماعه، الست لو هو عايزه الراجل لو معهوش تبقى هي معاه على الدنيا كلها، بس لو بقى معاه او يملك يجيب لها الدنيا كلها. ف يعني انا اعرف مثلا، اقول لكم على حاجه، اعرف مثلا واحد، صدقوني واحده مش من هنا، يعني هي من بلد تانية ومتجوزه هنا. جت في مره سالتني سؤال قبل موضوع كورونا وقبل موضوع ان البلد قفل او الجناين تتقفل والبحر وكده. جت سالتني قالت لي هو جنينه الحيوانات والنزهه اللي عندكم هنا مقفوله ليه دايما؟ فقلت لها مقفوله دايما ازاي يعني؟ قامت قالت لي يعني مش بتفتح الايام دي. قلت لها ليه؟ قالت لي انا سالت يعني جوزي وكده وقال لي ان هي مش بتفتح. قلت لها لا، ده طبعا ما بقتش عارف ارد عليها اقول لها ايه، يعني مش بتفتح. يعني صدقوني انا بكلمكم عن واحد معاه فلوس كتير جدا، اللي هو قال لمراته مش بتفتح دي عشان ما ينزلهاش او عشان مثلا ما يخرجهاش. مع ان الست دي يا جماعه يعني حوا دي يا نهار ابيض. ده انا بحب كاظم عشان وصف حوا ب... بجميع يعني جميع الصفات الجميله. بحب بحبه جدا على فكره كاظم انا، لانه بجد وصف حواء بانها مخلوق. لما حب يشتكيها حتى قال لها اشتكيك لمين؟ قال لها اشتكيك لمين وانت الحبيب واقرب لي من اقرب قريب. يعني صدقوني الست لازم تتعامل معامله غير كده خالص. في راجل ممكن يعني يبقى جوه البيت حاجه وبره البيت حاجه تانية خالص، مع ان انا مش عارف ليه يعني. الست صدقوني والله وهعيدها تاني، عايزه الراجل لما ما يكونش معاه هي تقف جنبه ضد العالم كله، وتقف معاه وبتعمل معاه كل حاجه. لكن لما يبقى معاه وهي عارفه ان هو دي حاجه تانية خالص. ده لازم بجد، لازم يعني لازم يحسسها ان هي بني ادمه تانية. لازم بجد يا جماعه ان انتوا تحسنوا معامله، يعني يعني بجد مراتك دي حاجة تانية، أو حبيبتك دي أو الست بمعنى أصح دي حاجة تانية خالص. الناس مش بتعرف تتعامل مع الجنس اللطيف. الجنس اللطيف ده عايز معاملة تانية خالص. يعني صدقوني بجد والله، الواحد ممكن يفرحهم بأي حاجة. يعني الجنس اللطيف ده لازم بجد تعرف تتعامل معاه ازاي. مش كل الرجالة بتعرف تتعامل مع الجنس اللطيف. يعني مثلا واحد، انا بجد اقول لكم عن قصه صغيره قوي ممكن مش ممله والله. يعني واحد بجد، انا اعرف واحد صدقوني معاه فلوس كتير جدا. البني ادم ده ممكن، مش انا بقول عليه البني ادم ده لأ، من غيظي منه. يعني ممكن مراته طلبت منه من الايام اللي فاتت دي ان هي مثلا تخرج تتمشى على البحر. تتمشى على البحر دي يعني فسحه مش مكلفه. يرد هو يقول لها مثلا لا انا عندي شغل. قالت له طب خلاص ماشي انا هستناك بعد الشغل. استنيته بعد ما خلص شغل وكده، يلا بينا نتمشى على البحر. لا اصلك البحر مقفول من تحت. طب نقعد على سور البحر. لا انا تعبان. طب بكره طب بعده. طب انت يعني ليه مع انك انت ممكن تفرحها باي حاجه؟ ممكن تفرحها بكافيتيريا تقعدوا عليها، ممكن تفرحها بان انت تعالى. ده انت لو قعدت على سور البحر شويه قلت لها انا تعبان وعايز اروح عشان عندي شغل الصبح، هتقول لك ماشي. لكن مش كل الرجاله بتفهم كده، لا. اخدين ان الرجوله ان انا اشخط انطر، الرجوله ان انا كلمتي لازم تمشي. مع ان الحياه مشاركه على فكره. مش ان الرجوله ان كلمتك هي اللي لازم تمشي دايما. مش الرجوله، لا، الحياه مشاركه ما بين اتنين. انتوا اتنين مش واحد. يعني في رجاله تانية برضو، اللي هو الراجل اللي هو ايه، بيحب يتفشخر قدام مراته وخلاص. انا وانا
وانا مع ان هو مش فاهم ان انا دي يعني من اعمال الشيطان اصلا، يعني انا ايه، ويبقى هو اصلا بره ولا حاجه صدقوني، بس هو قدامها عايز يبين ان هو كل حاجه. انا واحد من الناس، انا متعاون جدا في البيت، متعاون جدا مع مراتي. انا افتكر ان انا لما ولادي دول كانوا صغيرين كنت ممكن اغير لواحد منهم البامبر، يجي واحد مثلا من اخواتي من صحابي من اي يعرف مثلا الموضوع ده يقول لي عيب مثلا، ليه يا عم انت تغير له البامبرز؟ عيب. اقول له ليه مش عيب؟ ده ابني حبيبي، انا اعمل له اي حاجه. ايه العيب في كده يعني؟ وبعدين يا جماعه انا عايز برضه اوصل لكم حاجه يمكن مش كل الناس برضه تعرف، ان الستات دي يعني دماغها قد كده. ممكن لو انت راجل دماغك كبيره، دماغها قد كده، كلمه تجيبها وكلمه توديها. يعني انت ممكن بكلمه حلوه تكسبها، وممكن لو انت تملك العالم كله جبتولها تحت رجليها تخسرها. فمش يعني لو كلام هو حتى كلام معروف، بس مش كل الناس بتمشي بيه، او مش كل الناس بتتبع ان هي تمشي بيه مع الجنس اللطيف. الجنس اللطيف ده يعني، يعني انا بحب بهاء سلطان برضه، لانه قال لي يعني لما زعل حبيبته في مره، قال قعد يتحايل عليها ويقول لها انا زعلتك في حاجه؟ طب ايه يا حبيبتي هي؟ يعني لازم بجد يا جماعه، لازم بجد يعني لازم تحسن التعامل الست دي بكل الطرق، لان الست دي هي امك، هي اختك، هي مراتك، هي ام عيالك، هي حبيبتك، هي اللي بتنور لك طريقك، هي نصك الحلو في المجتمع، هي كل حاجه. فبجد بجد بجد لازم ان انت تتعامل مع الجنس اللطيف مش بشخط ونطر ما بحبش الراجل انا على فكره اللي يقعد طول ما هو قاعد كده في البيت عايز عشان يثبت رجولته يزعق، وعشان يثبت رجولته ان هو يشخط وينطر ويشخط في ولاده. لا، انا واحد من الناس، انا بهزر مع اولادي وبضحك معاهم. مراتي طول النهار قاعدين انا وهي مش قاعدين في حاله زهق، لا قاعدين بنحب في بعض، قاعدين يعني ليه، يعني ليه عشان انت تبقى راجل لازم تشخط وتنطر وتضرب وتعمل كل ده كلام فاضي على فكره. وبجد بجد بجد انا المره الجايه انا هصور لكم في الشارع بقى، هنصوره بقى في الشارع، نشوف احنا بنروحوا فين او بنيجوا منين او بنتمشوا فين، او هصور لكم. على فكره انا كنت النهارده ممكن يعني جايه معايا فكره ان انا اطلع في الشارع واصور الجزارين وان هم بيذبحوا وبتاع. شفت ناس بتذبح النهارده، يعني كل سنه وانتم طيبين عشان العيد الكبير. بس انا ايه، لقيت نفسي ان انا مش عارف، قلت بلاش فكره الدم دي في القناه يعني. فاحنا نصور لكم حاجات حلوه احسن، ونصور لكم مسابقات احسن. بس انا يعني طالب منكم برضو الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من حياة سحر وسعيد. وبرضو يا جماعة اللي انا برضو عايز يعني اوصله لبعض الناس، ان انا لو بعمل حاجة زي ديت صدقوني انا بعملها مش مستني منها برضك حاجة، انا بعملها ادينا بنتسلى، ادينا بنضحك بنهزر مع الناس، بنوريهم ممكن حياة، ممكن انا كلمة اقولها انا كواحد عادي جدا تفيد اي حد، يعني عادي. ممكن انا يعني مش فيلسوف، بس ممكن اقول اي كلمة صدقوني تفيد اي حد. وبعدين انا يعني واحد من الناس، انا برضو ممكن كنت برضو ناوي ان انا على القناة ديت انا بألف اغاني وبكتب اشعار وممكن حاجات برضو بكتب حاجات جميلة جدا، حاجات بشوفها انا لو تتغنى او كمطرب او كشاعر او كأي حد ممكن لو خدها او غناها او كده تنجح معاه جامد جدا. بس انا ما رضيتش اطلع كده، يعني ما رضيتش اطلع ان انا من البدايه ان انا انزل اغاني او ان انا اقول شعر او كده، قلت لا اسيبها بعدين. فانا مستني منكم برضو التعليقات، تقولوا لي انتوا عايزين نعمل ايه وانا اعمله، اصور ايه وانا اصوره. يعني انا برضو عندي افكار كتيره جدا لسه هنزل فيها بعدين، عندي حاجات ياما قوي. ممكن هنعمل مقالب في بعض انا والولاد، هنعمل مقالب ممكن في الناس بره، هنعمل تصوير خارجي برضو حلو كده يعني ينفعكم في حاجة ان شاء الله يعجبكم. ف بإذنك يا رب، بإذنك يا رب، بإذنك يا رب. انا مستني ان انا عايز اكلمكم عن مواضيع كتيرة جدا تخص الجنس اللطيف بجد، لان انا شايف ان الجنس اللطيف ده او حواء بمعنى اصح مظلومة معانا
في الحياه بجد. يعني انا في موضوع كورونا ده اكتشفت ان الست بجد بتتعب. اكتشفت ان احنا مهما كنا بنتعب، صدقوني مش ربع التعب اللي هي بتتعبه في البيت، مش ربع التعب اللي هي بتتعبه مع العيال، مش ربع التعب اللي هي بتتعبه في النظافه، في الغسيل، في الترويق، في شراء الحاجه، في الاكل، في الشرب، في الطبخ، في المطبخ، لا لا لا، الست يا جماعه بتتعب جامد. فاحنا لازم برضك لازم نحط المخلوق ده فوق راسنا وفي عينينا، صدقوني بجد يا جماعه لازم نحطه في عينينا، صدقوني. ف انا يعني بشكر كل الناس طبعا اللي اشتركت في القناه وفعلوا زر الجرس، لان بجد يعني انا نفسي اكمل معاكم، ونفسي ان انا اعمل لكم حاجات ياما حلوه، ونفسي ان انا اكلمكم كلام ياما جميل جدا عن كل حاجه في الدنيا. ف انا مش هطول عليكم اكتر من كده عشان ما تزعلوش مني، و اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من حياه سحر وسعيد.